من برلين السيد ميسر بكور، الباحث في العلاقات الدولية ومدير المركز العربي الأوروبي للدراسات. أهلا بك. إذن في البداية، كيف تتابع إطار هذه الزيارة لوزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل في أول رحلة له كدبلوماسي رفيع المستوى، وماذا تشير هذه الزيارة عن العلاقات الألمانية الإسرائيلية وموقف ألمانيا مما يحدث في قطاع غزة؟ تحياتي لحضرتك. طبعا أول زيارة لرأس الدبلوماسية الألمانية بعد تعيينه ب5 أيام تقريبا، قرر زيارة تل أبيب والضفة الغربية. طبعا ألمانيا تنطلق من مبادرتها على 3 أسس أعتقد. أولها بأن وجود إسرائيل والدفاع عن وجود إسرائيل هو أمن قومي لألمانيا، وألمانيا تصنف حركة حماس على قوائم الإرهاب وقوائم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تفصل بين سكان غزة وحركة حماس. وهي أيضا تطالب من أهداف هذه الزيارة، تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة. وأيضا أمر آخر، يقول الوزير الخارجية الألماني بأن الوضع في غزة لم يعد يطاق، هناك كارثة إنسانية، الأمر الذي نفته إسرائيل، وتقول أن هناك ما يكفي من الغذاء لدى غزة. إذن هناك موقف أخلاقي، موقف إنساني، وموقف والتزام اتجاه إسرائيل. يعني اليوم نحن في السنة 80 للهولوكوست، وهو سيزور المقر الرسمي أو الطريق أو النصب التذكاري للهولوكوست في إسرائيل، وزير الخارجية الألماني. والسبب الزيارة أيضا هو مرور 60 عام على إقامة العلاقات بين دولة إسرائيل وألمانيا. بالتالي هناك جملة من العوامل، ولكن دعونا نتذكر بأن وزيرة الخارجية السابقة، يعني قبل 5 أيام، أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، كانت على خلاف شديد مع السياسة الإسرائيلية، وحتى المستشار السابق شولز كان له خلاف، وكان هناك انتقادات من الجانب الإسرائيلي. ولكن دعونا نتذكر بأن ألمانيا من أكبر الموردين للأسلحة إلى ولكن ما هو طبيعة الخلاف أو إطار الخلاف في الوقت الحالي مع وجود وزير خارجية جديد؟ هل يتغير شكل الخلاف، أم ربما يتم الاتفاق على ما كان هناك خلاف؟ كما أشرت بأن وزيرة الخارجية السابقة كانت واضحة فيما يتعلق بالخلاف ما بين ألمانيا وإسرائيل. أعتقد أن جوهر الخلاف هو واضح، وحتى الوزير الخارجية الألماني الجديد قال بأن حل الدولتين هو الأساس الذي يمكن أن تبني عليه ألمانيا وأوروبا. نعم. ولكن في نفس التوقيت في خلال المؤتمر الصحفي يشير إلى أن بلاده تدعم خطة الولايات المتحدة فيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي ما رفضته المنظمات الأممية، وتقول أن السبب هو هذا يجبر الفلسطينيين على التهجير وعلى التحرك من منازلهم. كيف تعلق على ذلك؟ ألمانيا ترفض رفضا قاطعا. وتذكرون منذ 4 أيام تقريبا تحدثنا عندكم في القناة عن موقف الاتحاد الأوروبي. 6 دول أوروبية رفضت هذا الشيء، ولكن ألمانيا تقول أن هناك حاجة ماسة لإدخال المساعدات الإغاثية تحت أي عنوان من العناوين، لأن الأمر الملح العاجل الآن هو تقديم الإغاثة لهؤلاء الأشخاص. ألمانيا ثابتة على موقفين: وجود إسرائيل وأمن إسرائيل، وأيضا هي لا تتنازل عن مبدأ حل الدولتين، وتقول بأن حل الدولتين هو الأساس الذي تقوم عليه أي مبادرة. وحتى أن الوزير نفسه، وزير الخارجية الألماني، يقول فتح باب المجال للانتقاد، وقال إن مراجعة السياسات الداخلية وسياسات الأصدقاء هي من أولويات ديمقراطيتنا، بما يشير إلى الانتقادات الموجهة لإسرائيل. ولكن هو أضاف كلمة، قال ولكن هذا يجب أن لا يستخدم لمعاداة السامية. إذن ألمانيا ثابتة على موقفها، حل الدولتين هو الأساس، وبقاء الفلسطينيين في أرضهم هو الأساس، ولا تقبل ألمانيا بتهجير الفلسطينيين، لأنه سيؤدي أيضا إلى مشاكل لحلفاء استراتيجيين لألمانيا مثل جمهورية مصر العربية والأردن، سواء مشاكل اقتصادية أو مشاكل أمنية. إذن هناك انتقادات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وهذا ما قرأناه في تصريحات وزير الخارجية الجديد لألمانيا الذي سمح بباب الانتقاد لإسرائيل دون معاداة السامية. نعم. الباحث في العلاقات الدولية ومدير المركز العربي الأوروبي للدراسات ميسر بكور، كنت معنا من برلين. شكرا جزيلا لك.